يا صباح الخير، صباحكم سعادة ودفاء وراحة بال، يا رب جميعا تكونوا بخير. ايه رأيكم نعمل مع بعض النهاردة بسكوت الكوكيز اللي كلنا بنحبه، الكبار والصغيرين، ويمكن كمان من اكتر انواع البسكوت اللي بنشتريها من بره علشان دايما موجود في الافران، وكمان علشان من انواع البسكوت الاقتصادية شوية. هيكون حلو جدا للولاد على الفطار الصبح مع كوباية لبن او كوباية شاي ولبن، وليكي انت كمان لو انت من عشاق القهوة، يا سلام مع واحدة كوكيز كده بالشوكولاتة مع كوباية قهوة، بجد ولا احلى. فتعالوا نعمله بقى مع بعض في البيت، لان بجد بيكون احلى واوفر وكمان اكتر. وصدقيني الكوكيز ده من انواع البسكوت اللي مش هتكسلي ابدا انك تعمليه في البيت، لان طريقه التحضير بتاعته سهله جدا وبسيطه. مش هنضرب بقى سمنه مع زبده ولا اي حاجه من دي، لان احنا اصلا مش هنستخدم زبده، ويمكن دي تاني احلى حاجه فيه، غير ان طريقه التحضير بتاعته بسيطه جدا، الا ان المكونات بتاعته ابسط بكتير. والاحلى بقى ان احنا هنعمل نوعين زي ما انتم شايفين كده، بس من عجينه واحده. تغير بقى ريحته وهو في الفرن بتخلي البيت وكانه مخبز، وبجد كده وبدون مبالغه قوامه وطعمه احلى من الجاهز